اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ده فيديو مشتريات عيد الأضحى المبارك. الفيديو ده كان متصور قبل عيد الأضحى بحوالي 10 أيام، بس طبعا أنا ما نزلتوش علشان أنا نزلت لكم الأول فيديو الأكلات بتاعة عيد الأضحى. قلتلكوا ان المشاهدات كانت على الفيديوهات ضعيفة جدا جدا جدا، علشان كده اجالي احباط وما كنتش عايزة انزل بقية الفيديوهات، بس انا كده كده كنت مصوراها فقلت هنزلها. طبعا الفيديو ده كان متصور قبل العيد ب10 ايام، فقلت الاول طبعا قبل العيد بيبقى فيه ضغطة رهيبة في حاجات كتير، فانا قلت ايه هنزله على العيد. اجا بصراحة كان ورايا كذا حاجة وضغط رهيب، فقلت هنزله بعد الاكلات. جيت نزلت الاكلات الاول وكان ورايا برضو حاجات بعد العيد، فمعرفتش انزله على طول. وبعدين اجالي احباط من قلة المشاهدات، فالفيديو ده كان متصور قبل العيد ب10 ايام. المهم اول حاجة هنبدأ بيها دي بيجامة الايتن مفتوحة كده من عند الرجل من تحت، وعليها فيونكة من هنا وفيونكة من هنا، ومكتوب عليها من تحت. شكلها تحفة في اللبس، والله الكاميرا ظلماها خالص. تحفة جدا جدا جدا. كانت عاملة 550 جنيه. تعالوا بقى ده اللي بعد كده، ده كاش مايو تحفة برضو في اللبس. الحاجة مش بتظهر غير في اللبس، يعني البيجامة شكلها على ايتن جميلة خالص وشيك خالص. انا كنت جايباها من الزقازيق من القومية. طبعا الزقازيق دي محافظة الشرقية. ده بقى ايه؟ كاش مايو. كاش المايو ده برضو جميل، مش بيظهر غير في اللبس. وده كاش مايو تاني برضو مش بيظهر برضو غير في اللبس. ايتن بتوريكم ان هو ليه استك يعني من النص كده، ان هو يعني بياخد وضع الجسم، لو حد اتخن عادي بيلبس، لو حد ارفع عادي بيلبس. شكلهم جميل جدا وبرضو مش بيبانوا غير في اللبس. طبعا تعالوا بقى للي بعد كده، ده طقم العيد. ده اول حاجة في طقم العيد، بادي عليه رسمة كده من قدام، تحفة في اللبس. شكله جميل جدا. بصوا والله العظيم ده كان احلى حاجة موجودة، يعني انا بحاول اجيب احلى حاجة موجودة. ايتن بتقول لكم يعني ان البادي بيمط من ورا، وان هو يعني ايه واسعا كده. البادي زي ما انتوا شايفين عليه عروسة كده، وعليها كاميرا من قدام، وكمان عليه استرس. تحفة في اللبس. الحاجة ما بتبانش غير في اللبس. بقول لكم والله انا بحاول اجيب لها احلى حاجة موجودة. زي ما اتفقنا ان لبس العيد كله في البلد زبالة، بس احنا بنحب نجيب احلى حاجة موجودة. عايزة اقول لكم ان الطقم ده عامل 1750 جنيه. كمان المفروض ان العيد الكبير بينزلوا عليه تخفيضات وبتبقى الاسعار اهون من كده. برضو طقم العيد الصغير انا جايباه غالي جدا، يعني انا جايبه لها في العيد الصغير زي ما انتوا شفتوا كذا طقم. الاطقم كلها غاليه جدا. وعايزه اقول لكم ان المفروض على العيد الكبير بيعملوا عرض، المفروض اللبس يبقى ارخص من كده، بس بصراحه جايباه ب 1750 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده، عليه هنا حتة زرقاء ومن هنا برضو حتة زرقاء، وعليه كده ايه استراس، وعليه سلاسل نازلة كده. ده البنطلون نصين. لو تفتكروا في العيد الصغير برضو كنت جايبه لها اطقم كاملة، وكنت جايبه لها برضو بنطلون وعليه بادي غير الطقمين التانيين. البنطلون اللي كان عليه بادي كان برضو بنطلون نصين، بس كان من فوق اسود وكان من تحت جينز. ده لأ، ده من فوق كده زي ما انتوا شايفين اللون، ومن تحت جينز. برضو تحفة في اللبس، والحزام بتاعه شياكة خالص. ودي الشنطة بتاعته جاية معاه. يبقى الطقم كده عبارة عن بنطلون وبادي وجاكيت. الطقم ده زي ما قلت لكم كان عامل 1750 جنيه. تعالوا للي بعده. ده بقى الصندل، تحفة في اللبس برضو، والله العظيم شياكة جدا. كان في شكل مقرب للشكل ده، بس بنظام تاني من ورا كده. ايتن قالت لا انا عايزة ده. بصراحة تحفة والشياكة في اللبس. ده كان عامل 400 جنيه، كنت جايباه من الزقازيق برضو. تحفة في اللبس. تعالوا بقى للي بعده. اللي بعده بقى ده شبشب. عايزة اقول لكم برضو ايتن اللي اختارته برضو، بس الشبشب ده انا جايباه من هنا من ابو كبير، مش جايباه من الزقازيق. ايتن بتوريكوا ان لو عايزين تضربوا عيالكوا بتلسعوهم جامد بالشبشب، معني والله العظيم عمري في حياتي ما ضربتها بالشبشب. بتوريكوا بتهزر معاكوا يعني، تقول لكم عادي الشبشب جامد لو عايزين تضربوا عيالكم بيها. الشبشب ده تحفة في اللبس. عايزة اقول لكم ان هو سعره كويس جدا، كان عامل حوالي 75 جنيه. سعره كويس جدا. عايزة اقول لكم ان الشبشب اللي انا جبته في العيد الصغير والله كان معدي داخل في حوالي 120 جنيه، 110 حاجة زي كده. والله العظيم طلعت خامته وحشة جدا، الرسمة اللي عليه بتتمسح في ثواني.
يعني لما بتيجي تغسلي الشبشب الرسمة بتتمسح في ثواني. فبصراحة ده خامته احلى بكتير. يعني ده عامل 75 جنيه، والتاني والله كنت جايباه مش فاكرة ب110 ولا ب120 جنيه، وكنت جايباه من الزقازيق. خامته وحشة جدا، مرضتش اجيب منه تاني، كان في اشكال تانية بقى بس مرضتش اجيب من الخامة دي تاني. فده كان احلى وكان عامل 75 جنيه. تعالوا بقى جبت لها غيرة داخلية. طبعا انا كنت جايبة معاكو طقمين غيرات داخلية في العيد الصغير، جبت لها واحد في العيد الكبير، لانها ما شاء الله عندها كمية غيرات داخلية رهيبة. يعني هي عندها كتير غيرات داخلية، بس انا برضو بحب افرحها واجيب لها في العيدين. فانا جبت لها اتنين في العيد الصغير وواحد في العيد الكبير. الغيرات الداخلية دي الطقم ده كان عامل 110. تعالوا بقى للبنس اللي بعد كده. دي بنس تحفة برضو في اللبس، اشكال جميله. هم مشكلينها بقى عرايس. عايزه اقول لكم ان البنس اللي في البلد كلها تحسوا ان هم شكل بعضها. حتى في العيد الصغير انا كنت جايبه لها حاجات تشبه دي، بس في شويه اختلافات كده. عايزه اقول لكم ان البنس دي مش عارفه كانت عامله 45 جنيه ولا كام. وده كيس توك برضو من اللي هو الصغير، كان عامل 20 جنيه. ودي كمان نضاره شمس علشان تلبسها، وكنت جايبه لها برضو نضاره شمس في العيد الصغير. ده بقى تاج. التاج ده كان عامل 45 جنيه. ده هتلبسه على طقم العيد. عايزه اقول لكم ان التاج ده انا جبته لها بكل اشكاله وانواعه، يعني بكل رسوماته جبته لها. كل مره اجيبه لها ويتكسر، طبعا الحديده اللي فوق دي بتتشال بتقع يعني. فجبت لها كل الرسومات منه والله العظيم ويتكسر تاني. فجبت لها دلوقتي واحد جديد كده علشان الطقم بتاع العيد. بصراحة بيبقى شياكة وهي لابساه. طبعا دي حظاظة بتتلبس في الايد كده. طبعا دي الاشكال اللي طالعة اطفالي. كذا لون في بعض. دي حظاظة تانية برضو بتتلبس في الايد، يعني كده حظاظتين. طبعا دول حاجات العيد الكبير، عيد الاضحى المبارك. وطبعا انتوا شفتوا في العيد الصغير برضو كنت جايبه لها اكسسوارات وحاجات تانية. دي بقى 4 غوايش، بس انا ما لقيتش منهم دلوقتي الا 3، عماله ادور عليهم في الكيس بصراحه مش عارفه فين. بس دول طقم مع بعض 4 غوايش مع بعض، بس ايتن كانت قايساهم في ايديها علشان كده مش عارفه هي حطتهم فين، يعني الغويشه الرابعه حطتها فين. ده بقى شبشب سعيد اللي هيلبسه على الترنج بتاع العيد. تعالوا بقى ده التيشيرت اللي هو جايبه على البرمودا. طبعا التيشيرت شكله جميل جدا في اللبس، بس هو دلوقتي مش باين يعني، بس تحفه في اللبس. ده البرمودا الجينز. طبعا انتوا شفتوا اللبس بتاعه في العيد الصغير. كنا جايبين بناطيل كاملة، قلنا لا دلوقتي نغير كده ونجيب برمودا طالما جبنا في العيد الصغير. طبعا العيد الصغير كان لسه برضو الصيف مش دخل قوي، كنا في الخريف. فحبينا في العيد الكبير نجيب له برمودا لان الجو حر طبعا. البرمودا هيلبسها على التيشيرت ده. بس التيشيرت ما كانش فيه منه مقاسات اصغر بصراحة، فاحنا حبينا نجيبه ونظبطه. صراحة ودينا للترزي ظبطه خالص، وكان جاي له كده على الكمر على البرمودا كان تحفة. الترنج ده بقى كنا جايبينه برضو لسعيد للعيد، بس عايزة اقول لكم ان هو اتكرمش خالص، يعني عايز يتكوي قبل ما يلبسه. بس برضو تحفة في اللبس. ده البنطلون بتاعه، وده الايه التيشيرت بتاع الترنج. الحاجة ما بتبانش غير في اللبس بس. ده البنطلون اهو زي ما انتوا شايفين، والتاني التيشيرت بتاعه، بس طبعا عايز يتكوي. تعالوا موريكوا ايتن وهي لابسه طقم العيد في العيد. بصوا بقى الجمال. بصوا دي الشنطه بتاعه الطقم. بصوا بتديكوا بوسه اهي. ولابسه الاكسسوارات في ايديها، وكمان لابسه سلسله. طبعا انا وريتكم الفيديو حبه من غير اكسسوارات وحبه بالاكسسوارات، بتوريكوا الصندل كمان بتوريكوا الطقم كامل. انا حبيت اصور لكم الفيديو بالاكسسوارات ومن غير الاكسسوارات. بصوا السلسله، بصوا لايقه ازاي مع الاسوره اللي في ايديها. طب بصوا الاسوره اللي الناحيه التانية تحفه ازاي. الاسوره اللي الناحيه التانية دي انا كنت جايباها لها قبل كده بس جديده بصراحه، فحبيت البسها لها على الطقم كده. طبعا الاسوره معاها الخاتم بتاعها لازق فيها، وكمان حبيت البسها الناحيه التانية الاسوره لايقه مع السلسله. طبعا الحظاظات هتلبسهم مع البيجامه. بصوا بقى ده الاول محلول كده لللينسز اللي انا جايباه. المحلول ده كان عامل 25 جنيه العلبة. كمان ده كريم اللي هو الاساس فيت مي درجة 110 كان عامل 300 جنيه. ده طبعا اللينسز ده برضو نازل جديد بصراحة، اول مرة اجربه اللي هو تبع شركة دهب ده. عايزة اقول لكم مش كل الالوان منه حلوة، بس اللون ده بصراحة جميل جدا. بصراحة أول مرة أجرب شركة دهب دي، ناس كتير شكرت فيها. اللينسز ده كان عامل 135 جنيه. اللينسز التاني اللي أنا كنت بجيبه على طول مش بغيره خالص بصراحة. في ناس بتبيعه ب270 جنيه وناس بتبيعه ب300 جنيه.
في ناس قالت لي ان هو بالسعر القديم ب 270 جنيه وناس قالت ب 300 جنيه. بس شركة دهب ناس كتير شكرت فيها فحبيت اغير. بس بصراحة يعني التاني عاجبني اكتر، لان طبعا دلوقتي انا جربته، لان الفيديو ده اصلا من العيد. طبعا ده علبة دبابيس زي ما انتوا شايفين كده، وكمان ده شامبوهات وكريم. علبة الشامبو دي كانت عاملة مش عارفة 60 جنيه، وكمان علبة الكريم دي كانت عاملة 55 جنيه، والعلبة التانية برضو هكذا. ده رول بقى. الرول ده للمطبخ طبعا بفرشه على الرخامة تحفة. بس طبعا عايز ايه تحسسي عليه في الاستعمال، الرول ده كان عامل 75 جنيه. تعالوا بقى، انا قصدي تحسسي على الرول في الاستعمال ازاي. يعني الحلة ما تكونش سخنة وتحطيها على الرول، لانه هيلزق اكتر وهيتعبك لما تيجي تطلعيه. وبرده ما تقطعيش عليه حاجة عشان ما يتقطعش معاكي. تعالوا بقى دلوقتي، طبعا الكريم اللي انا قلت لكم عليه ده كان علبتين من الكريم، جايبه نوعين يعني، وكمان علبه من الشامبو. تعالوا بقى، احنا قلنا نجيب الكتب بتاعه الدروس لايتن، علشان هبدأ لايتن الدروس بعد العيد على طول. فحبيت اجيب لها الكتب. ده كتاب الرياضه وكمان ده كتاب العربي. طبعا كتاب العربي ده عامل 130 جنيه، وكتاب الرياضه عامل 120 جنيه. وكمان جبت لها الانجليزي بيت باي بيت عامل 95 جنيه. اهو ده بيت باي بيت الانجليزي عامل 95 جنيه، وكمان كتاب العربي عامل 130 جنيه، وكمان كتاب الرياضة عامل 120 جنيه. طبعا الرياضة والعربي الأضواء، بيت باي بيت الانجليزي. اهم حاجة اتأكدي ان هو مكتوب على الكتاب من فوق كده 2025، علشان دي تبقى الطبعة الجديدة بتاعت السنة اللي احنا فيها. طبعا احنا داخلين خلاص على 2025، فلما بييجوا يطبعوا الكتب بيطبعوا 2025. فاتأكدي ان هي 2025 علشان تعرفي ان الكتب دي جديدة بتاعت السنة دي، مش بتاعت السنة اللي فاتت. بصراحة الازازة دي عجبت ايتن خالص، قالت لي يا مامي انا عايزة ازازة المية دي، فحبيت اجيبها لها. ممكن تحط فيها مية وهي جاية معايا الجيم، هي بتيجي معايا الجيم، فممكن تحط فيها مية تشرب فيها هناك عادي. طبعا انا ليا ازازة الخاصة اللي انا باخدها معايا الجيم، وبرده هي ليها ازازة، فحبيت اجيبها لها يعني مش حبيت ازعلها. تعالوا بقى، ده طوق كده معاه بنستين، دول طقم كده مع بعض. الطوق ده تحفة في اللبس، ومعاه البنستين بتوعه برضو نفس الشكل تحفة في اللبس. كان عاملين 35 جنيه، يعني سبحان الله مش غاليين. ده التاج لوحده ب45 جنيه. دول بقى بنستين مع الطوق كانوا ب35 جنيه. وعايزة اقول لكم ان ازازة المية دي كانت ب25 جنيه. تعالوا بقى، انا جبت الايتن مايو علشان ايتن هتنزل سباحة بعد العيد، فحبيت اجيبه لها بالمرة وانا في الزقازيق. اجيبه من الزقازيق، المايو ده كان عامل 525 جنيه، لانه مستورد مش مصري. تحفه في اللبس، فانا حبيت اجيبه بالمره وانا في الزقازيق علشان ايتن تنزل بيه سباحه. طبعا مظبوط عليها خالص ويكفيها للسنه الجايه كمان. طبعا انا هوريكم دلوقتي صوره للملكان، بصوا كمان والله العظيم الصوره ظلماه. طبعا معرفتش اجيب وشه، لان طبعا ده تصوير في الكاميرا بتاعه اليوتيوب. يعني وانتي بتعملي مونتاج، لما بتعملي وضع اليوتيوب الصورة كلها مش هتظهر. بس تحفة في اللبس وخطير ومستورد، وكان ب525 جنيه. وهي دي كانت المشتريات بتاعتي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. طبعا لبس العيد بتاعي انا مش صورته هنا، طبعا انا هصور لوحدي كده فيديو يكون لبس ليا خروج ولبس كمان بيتي، هصوره في فيديو لوحده كده علشان ما يكونش الفيديو طويل. مش عادي، مش لازم اقول ده هدوم العيد او كده، هكون فيديو مشتريات لبس ليا وكده، فهعمله لكم في فيديو لوحده. مع السلامه. عايزه اقول لكم ان انا من اسبوع قبل الفيديو ده يعني جبت حمام كريم وجبت سبراي وجبت برفان وكمان شاور، فعلشان كده صورتهم معاكم علشان كنت استعملتهم. مع السلامة.